السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تعين فنان ارتست يعني او اسم لأغنية انت عايزها. مثلا احنا هندخل على الملف ده، ناخدهم كلهم كنترول زائد A، ماشي، ونحطهم في ويندوز ميديا بلاير اهم. حمله. ندخل مثلا هنا من ويندوز ميديا بلاير، هنلاقي فيه الارتست، فيه اطفال، فيه اسلاميات، مع انهم في ملف واحد بس في اطفال وفي اسلاميات. الالبوم هنلاقي فيه ماي ميوزك وماي ميوزك، بس بتختلف بقى في الارتست. دي يا جماعه بتنفعنا جامد قوي في الموسيقى بلاي، بتبقى موجوده في السامسونج بالذات. بتبقى موجوده في الهواتف الذكيه. النغمات مترتبه على حسب الحروف الأبجدية، أسماء الملفات. وممكن ملف واحد يكون فيه كذا نغمة وينقسم على حسب الفنانين اللي فيه والارتستس. فانت الحركة دي بتساعدك ان انت تنظم الحاجات اللي عندك. ممكن اول طريقة انك يبقى عندك ويندوز ميديا بلاير، وتدوس مثلا على الارتست، وتيجي هنا اهو وتعمل ايديت وتكتب اللي انت عايزه. دي اول طريقة. تاني طريقة، لو دي ما نفعتش او نغمة ما تعدلتش معاك، تعالى عند مثلا واحدة من اللي انت عايز تغيرها وتدوس properties، هتظهر لك دي. دوس على كلمة details اهي، كلمة details دي، وهنشتغل عليها. التايتل دي ممكن لو انت مسمي النغمة ايه هتظهر بالتايتل اللي هي ايه هنا في الاعدادات بتاعتها. انت ممكن تمسحها. ودي اللي هو الفنان بتاع النغمة نفسها، ماشي، بتاع النغمة نفسها. وده اللي هو بتاع الملف كله، فنان الملف، وده اسم الملف. والجينر ده اللي هو النوع، وير اللي هو السنة. ماشي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.